السلام عليكم. بما اننا في اخر 40 يوم في ثانويه عامه، فانت مش حمل اي خطأ في الفتره دي، والفتره دي انت محتاج كذا حاجه كده تمشي عليها. فكمل معايا الفيديو، هقولك بجد على اكتر 10 حاجات لو عاد بيا السنه تاني هعمل ال10 حاجات دول واستغل الفتره دي في ان انا اظبطهم جدا الفتره دي. وطبعا ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات الجايه. اول حاجه، حل كتير واعرف افكار اسئله كتيره احسن ما تقعد تسمع شرح ل 100 مدرس. الحاجة دي مهمة جدًا في إيه بقى، إن أنا مش فاهم الجزء ده، فخلاص والله باسمعه لعمّه ده، وعمّه المستر ده، وعمّه المستر ده، بالاقي نفسي سمعته ل100 مدرس وبرضه مش فاهمه. حاول تركّز الفترة دي على الحل أكتر من الشرح، حتى لو جزء أنت مش فاهمه، أي جزء أنت خلاص مش فاهمه إلى حدٍ ما، ادخل على الحل بتاعه، وأي سؤال يقف معاك، حتى لو الأسئلة كلها وقفت معاك، بعد ما تخلّص اسمع الفيديو بتاع الحل، واعرف كل سؤال المستر حلّه إزاي، واكتب أنت فكرته. هتلاقي نفسك أنت أتقنت الجزء بتاع الشرح من خلال الحل. تاني حاجة، ابعد عن السوشيال ميديا وعن أي حاجة بتضيّع وقتك. ابعد عن السوشيال ميديا، ابعد عن السوشيال ميديا الله يرضى عنك. اي حاجه بجد بتضيع وقتك الفتره دي ابعد عنها، واستغل الفتره دي ان انت خلاص والله انا مذاكره بس. فانت شوف والله ايه اللي كان بيضيع وقتك وابعد عنه واحده واحده، سواء مثلا اصحابك البايظين انت كنت بتلم عليهم وهم بيضيعوا وقتك ابعد عنهم، لو اتصلوا بيك اعمل لهم بلوك. لو انت مثلا بتقعد على السوشيال ميديا كتير امسح الفيس، امسح التيك توك، بالله عليك ده مش وقته. الفتره دي بجد والله كفيله ان هي تنقلك من مرحله لمرحله تانية، وكفيله جدا لو انت حتى كنت كويس جدا طول السنه وجيت اهملت في الفتره دي بسبب السوشيال ميديا وانك بتضيع وقت، تلاقي نفسك رجعت ورا جدا. 3، مش هاعلّي طموحي جدًا الفترة دي. يعني إيه؟ أنا عارف إن أنت عاوز تحل 36 كتاب ونُص، وعاوز تحل كل الكتب اللي موجودة في السوق، كل أسئلة السنوات السابقة، وأسئلة موزمبيق بتاع 2018 و2019، وأسئلة الولايات المتحدة ب2020، عارف إن أنت عاوز تحل كل الحاجات دي، ولكن بالله عليك بلاش الطموح العالي أوي دي، في حاجات مش مهمة في وسط كل اللي أنت عاوز تعمله ده. أنت اكتفي الفترة دي كتابين 3 بالكتير، حلّهم، أعرف أفكارهم جدًا، ما تسيبش سؤال أنت مش عارفه، السؤال اللي مش عارفه بيّت جنبه كده وافضل قاعد جنبه لحد ما تعرف فكرته، وحل أسئلة السنوات السابقة بتاعتنا إحنا عادي اللي هي من 2021 لحد دلوقتي. أما أسئلة الحاجات الغريبة دي ابعد عنها. 4، ركّز على الفصول اللي عليها درجات كتيرة وابدأ بيها مراجعة، زي التكاثر في الأحياء، زي العضوية في الكيميا، وزي الحادثة والباب التالت في الفيزيا، وأنت أكيد عارف في كل مادة إيه الحاجات اللي المفروض عليها أكتر درجات. الحاجات دي كل حاجة فيهم عليها بتاع تِلت الامتحان، فأنت لو ركّزت عليها الفترة دي وبدأت بيها مراجعة وضمنتها، هتلاقي نفسك بتعرف تحل شوامل بسرعة، وتاني حاجة أنت ضامن جزء كبير جدًا من الامتحان. كمان لو بدأت تراجع الأجزاء التانية هتلاقي نفسك ضامن معظم الامتحان. 5، بلاش تقعد تسمع شرح تفصيلي الفترة دي. يعني المستر بتاعي شرح العضوية على 50 محاضرة، وأنا باقعد في كل محاضرة يوم، فيعني أنت لو حسبتها هتلاقي نفسك صاحبك ما شاء الله دخلوا الكلية وخلاص بيمتحنوا امتحانات الmid term، وأنت قاعد بتعمل إيه؟ قاعد باسمع محاضرة إفري وزملائه ومحاضرة البنزين لمستر خالد صقر. يعني بالله عليك ده مش وقته. الفترة دي أنت زي ما قُلت اسمع حاجات مراجعة. طب أنا والله خرجت من فيديو المراجعة وأنا حاسس إن أنا في جزء مش فاهمه، أو في جزء أنا ما فهمتوش. الجزء اللي ما فهمتوش عادي طبيعي جدًا، مش لازم تخرج بفهم 100%. ادخل على الحل وابدأ حل، أكيد هتلاقي أسئلة كتيرة وقفت معاك، طبيعي عادي، ولكن الأسئلة دي هي اللي هتفهمك الجزء اللي أنت ما كنتش فاهمه. بعدها بعد ما تخلّص الحل شوف الأسئلة كلها اللي كانت واقفة معاك واسمع شرحها كويس جدًا، واكتب كل سؤال واكتب فكرته. مع تكرار الحل هتلاقي نفسك أتقنت الدرس ده من خلال الحل. 6، مش هاقعد أفكر بالتفكير السلبي لو بدأت دلوقتي هالحق والّا لأ، طب أنا كنت وراكم الكلام ده. بالله عليك ابعد عن الكلام ده. يا عم أنا أهو، أنت دلوقتي جيت سألتني مثلًا أنا لو بدأت دلوقتي هالحق والّا لأ؟ لأ. يعني هتعمل إيه؟ هتسيب الفيديو وتقفله وتقول والله العظيم أنا مكمل ثانوية؟ تبقى غبي لو عملت كده. الفترة دي ما تسمعش كلام حد، أنت لو فاضل يومين على الامتحان ابدأ وربنا سبحانه وتعالى هيوفقك، وزي ما قُلت أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي، فتوكل على الله وابدأ الفترة دي كده واستغلها صح. 7، ذاكر بتايمر الفترة دي. بما إن أنت بتقول إن أنت في مثلًا محاضرة بتاخد فيها اليوم كامل، فده أكيد طبعًا شيء لا يتحمله العقل الفترة دي، أنت محتاج كل ثانية الفترة دي. فذاكر بتايمر الفترة دي. أنا والله دلوقتي هابدأ مثلًا محاضرة ساعتين، حُط تايمر جنبي ساعة ونُص أو ساعتين، لإن أنت أكيد بتسمع راب تعليمي فبتسمعه بسرعة 2، فأنت معاك مثلًا فيديو يخلص في ساعة، حُط رينج يا عم من ساعة ونُص والّا حاجة، اقعد حُط تايمر جنبك هتلاقي نفسك مركّز في الساعة ونُص، الفيديو خلص تمام، هاخد استراحة مثلًا 5، 10 دقايق، بعدها هادخل على الشرح، الشرح هياخد مني والله ساعة ونُص زيّهم، هاحط برضه تايمر جنبي ساعة ونُص، هتلاقي نفسك ده بجد أنجز معاك جدًا. 8، حاول تجمّع أفكار على قد ما تقدر الفترة دي، وده طبعًا عن طريق حاجتين. الحاجة الأولى قناة التليجرام بتاعتنا اللي أنا كنت عاملها لكم، ادخل فيها هاسيب لك اللينك بتاعها في الكومنتات، انا كنت باعت لكم على كل فصل كميه افكار قد كده بجد والله هتنفعك جدا ونفعت اصحابك جدا. فانت ادخل التليجرام هتلاقي بجد افكار كتيره جدا وهتنفعك جدا، فانت شوف الفصل اكتب كل الافكار اللي انت مش عارفها واحفظها كويس جدا. والحاجه التانيه اللي انت المفروض تطلع منها بافكار هي حلك الفتره دي، وانت بتحل في كتب المراجعه الفتره دي اي سؤال يقابلك انت اعرف فكرته واعرف المستر ليه حل كتب، مش مجرد انت بتحل 10 كتب مراجعه، انت لو بتحل كتاب واحد صح والله كفيل بجد ان هو يظبط لك الماده. ذاكر بذكاء شويه مش بجهد.
يعني ايه؟ يعني انا الفتره دي مثلا ما اعرفش يعني ايه مدارس الشعريه في الادب وما ذاكرتش الاربع خمس مدارس، هعمل ايه؟ هقعد بقى والله اقعد كده بقى واعمل، اما اجيب الفيديو واقعد اسمع كل مدرسه شعريه في ساعتين ولا حاجه، تبقى غبي لو عملت كده. انت بتقدر الامور بقدرها المفروض الفتره دي، انت عارف ان المدارس الشعريه مش هيجي لك عليها 300 سؤال في الامتحان عشان تقعد تضيع كل الوقت ده، لا، انا هسمع فيديو مراجعه للمدارس الشعريه كلها واعرف والله الفرق بين المدرسه دي والفرق بين المدرسه دي، وهكتب الفروق اللي بينهم اللي تخليني الى حد ما عارف احل، شرط ان انا حافظ كل كلمه ويس بقى في كل المواد كده. اخر حاجه اكتب كل حاجه واقعه منك في المنهج وشوف والله انا ناقصني كذا في ماده كذا وناقصني كذا وكذا، وابدا خلال ال 40 يوم دول ركز عليهم جدا جدا. يعني انا مثلا واقع مني العضويه في الكيمياء، هكتب والله انا واقع مني العضويه في الكيمياء، هديها اولويه واهتمام اكتر من باقي الابواب، مش معنى كده انا هسيب باقي الابواب لا، ولكن هركز على العضويه اكتر ويس كده طبعا في كل المواد. وبس ما تنساش تكتب لي في الكومنتات اي مشكله عندك وانا ان شاء الله هرد عليك، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناه عشان في فيديوهات هتنفعك جدا الفتره اللي جايه. فسي يو سون في فيديو جديد، سلام.